السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. نحكي على زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أمريكا للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن. كانت زيارة لي هو ووزير الخارجية، أيضا زوجته سافرت معهم، ولكن فما جملة من التصريحات نحب نرجع عليها جديد هذه الزيارة، وشنو اللي صار فيها وشنو أبرز التصريحات. حسب بلاغ صدر البارح لرئاسة الجمهورية التونسية في الصفحة الرسمية متاعها على فيسبوك، فإنه قيس سعيد رئيس الجمهورية أجرى أمس بمركز المؤتمرات بواشنطن جلسة عمل مع سيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وهذا في إطار مشاركة رئيس الدولة في قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا. نتفكروا مع بعضنا إنه بلينكن قدش من مرة أحكي على تونس، على ضرورة عودة تونس إلى الديمقراطية. نتفكروا وقتها زاد تصريح وزير الدفاع الأمريكي، رغم أنه يعني الملف اللي يشتغل عليه هو دفاع، مش حتى كما يقولوا خارجية ولا رئيس ولا اللي هو، لكن زاد حكي على الوضع في تونس والديمقراطية في تونس. اللقاء هذا بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي خصص لبيان، وهذا الكلام باش نقولوا حرفيا نقلا عن رئاسة الجمهورية التونسية. قال لك هاللقاء هذا خصص لبيان، يعني باش يبينوا حقيقة الأوضاع في تونس ودحض الادعاءات والأراجيف اللي تنشرها بعض الأطراف المعلومة بغرض الإساءة إلى صورة تونس في الخارج. قديش كانوا يتصلوا بأمريكا وكانوا يعولوا على أمريكا، وكانت تقارير تمشي للمنظمات الأمريكية الحقوقية، المنظمات الأممية، رسائل تبعثت لإدارة جو بايدن، وصلوا حتى بعض المسؤولين السابقين يعني سواء دبلوماسيين أمريكان وغيرهم طالبوا من إدارة بايدن أنهم يفرضوا عقوبات على تونس ويوقفوا المساعدات الماشية لتونس. طبعا فما رسائل وصلتهم زادهما من عدة أطراف تونسية. معنى التفاصيل هذه كلها اليوم رئيس الجمهورية فرصة بالنسبة لتواجده في أمريكا باش يبين حقيقة الأمور، ويقول بيان رئاسة الجمهورية أنه ادعاءات وأراجيف قاعدة تنشر فيها بعض الأطراف المعلومة بغرض الإساءة إلى صورة تونس في الخارج. أيضا هذا اللقاء كان مناسبة لإبراز أهمية تمكين الشعب التونسي صاحب السيادة من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات المبرمجة نهار 17 ديسمبر. بالتالي أعطى فكرة رئيس الجمهورية على الرسائل اللي وصلت من المعارضة إلى أمريكا، كما زاد افتح آفاق للانتخابات الحالية، انتخابات 17 ديسمبر كمرحلة مهمة في تاريخ تونس. به حسب البيان متاع رئاسة الجمهورية، فإنه أيضا هذا اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى العلاقات التاريخية والمتينة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وما يتقاسموه البلدين من إيمان بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات في إطار ما يكفله الدستور والقانون. رئيس الجمهورية بالمناسبة هذه استعرض جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي واجهها الشعب التونسي. هون نحب نقول بأنه معناه زيارة رئيس الجمهورية الأمريكية لازم ينتج عليها برشا نقاط وبرشا قرارات تهم خاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهذا اللي قاله رئيس الجمهورية مؤخرا بأنه مشاكل تونس اليوم هي اقتصادية اجتماعية، وهذا بالأساس صحيح. به زيارة متاع أمريكا ما يلزمش تمشي زيارة من غير حتى نتائج، بمعنى تونس لازم تفاوض وتطلب شنو تحب، وأمريكا إذا كانت تحب بمقابل بطبيعة الحال، خاطر هي خايفة من الهيمنة الصينية على أفريقيا والبلدان العربية، ما عليها أمريكا إلا أنها تخلق فرص معناها تنمية واقتصادات واستثمارات في تونس. فبالتالي يستعرض رئيس الجمهورية التحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي
تواجه البلاد واللي واجهها الشعب التونسي في الفترة هذه. وجدد من جهته وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الإعراب على استعداد أمريكا لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة. تم الاتفاق في ختام هاللقاء على مواصلة العمل والتنسيق بين المسؤولين في البلدين لمتابعة جملة من الملفات أو ملفات الشراكة والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في عدة مجالات. نرجع بكم شوية بركة إلى كلمة بلينكين حسب البيان متاع رئاسة الجمهورية التونسية. يقول بأنه هي في جملة وحيدة الحقيقة جدد وزير الخارجية الأمريكي من جانبه الإعراب عن استعداد بلاده لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة. في هذا الخصوص أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي وبعد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد في واشنطن خلال قمة الولايات المتحدة وأفريقيا، جدد الوزير بلينكين حسب بيان نشره هو على موقع تويتر أنه أمريكا الولايات المتحدة ملتزمة التزام عميق بالديمقراطية التونسية ودعم تطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر، ويؤكد دعم الولايات المتحدة القوي للاقتصاد التونسي وسط الأزمة الاقتصادية الحالية اللي تفاقمت بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا. ويقول الوزير بلينكين أنه معنى فما طبيعة تاريخية للعلاقات الثنائية طويلة الأمد بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه هالعلاقة تنجم تكون أقوى وقت يكون فما التزام مشترك بالديمقراطية. هذا وكأنه شرط مضمن أنه يكون فما التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وبلينكين يشدد على أهمية، وهذه النقطة اللي ما ذكرتش في بيان رئاسة الجمهورية، شنو يشدد بلينكين في التدوين متاعه على تويتر، التغريدة على تويتر، يقول بأنه يشدد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وقتاش في 17 ديسمبر في موعدها. اليوم كل العالم أصبح يوقن بأنه أمر واقع هذه الانتخابات اليوم. صحيح مازال نهار ولا نهارين ما عادش ممكن اليوم إنه نحكيو على تأجيل ولا تراجع، وهذا غير ممكن بالمرة. وبالتالي يقول إنه يحب برلمان أو انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في 17 ديسمبر، فضلا على الإصلاحات الشاملة لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية على حد يعني تعبير أنتوني بلينكين.